كان عندي حفله الشهر اللي فات في اسكندريه. حلو. خلصت الحفله وبعدين جاي معدي من على المسرح كده، فلقيت في واحد جته كده شبهي. ف شفت مش فاهم. المهم نادى على، قال لي سمحت. قلت له نعم يا فندم. قال لي ليش بس تصور مع المدام بس؟ انا اتصور مع المدام؟ لا بس تتصور. المدام عايزه تتصور معاك. هي عايزه تتصور ولا عايزه ترجع؟ الراجل والله رياكشنه كده بجد. فانا قلت غيره بقى وبتاع. قال لك الواد وليد جان وامور في مراته غيرت وبتاع مثلا يعني نزلت الحاجه دي لوحدها حوار اصلا مش هيبقى عندك خلفيه. المهم الولاد متنحه جدا. المهم رحت رايح واقف جنب مراته بتحفظ شديد، واقف بعيد كده والله العظيم تمام وعامل كده. انا معلش بس ممكن تضحك بس؟ تضحك بس والله انا ممكن اضحك، حضرتك اللي مش ممكن شكلك كده. فالمهم رحت واقف ومتصور عادي مع المدام وبتاع. بعد شويه راح عامل لي خدي بقى صورينا انا اهو. يعني ما طلعش غيره اهو، انت طلعت كده، انت الفلاب بتاعك كده ولا ايه مش فاهم. فبعدين رحت واقف جنبه قال ماشي اضحك بس. رحت ضاحك وبتاع اتصور. بعد ما اتصورنا قال لي معاك العميد احمد حميد من اداره. عميد؟ والله العظيم انا خفت جدا مش عارف ليه. قلت الراجل ده لو ما كانش ضحك في الحفله كان هيعمل فينا ايه؟ تخيل والله عميد قاعد في الجمهور مثلا في ما عجبوش، يلا يا ابن السخيفه. ومراته مثلا تتدلع عليه تقول له احمد دمه تقيل اقتله. انت عارف لو في مباحث كوميديا في مصر تخيلت بقى ان هو يعمل فيها محضر ويروح البيت الفجريه، ابنك فين يا حاج؟ ايه ابني ما عملش حاجه والله ابنك. لا ابنك دمه تقيل يا حاج هات الولد. على كده الخليل كوميدي يطلع له امر اعتقال وش لو حصل.